السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وسعاده. كلمت انا من قيمه يومين او ثلاثه، ولما بتكلم وبجيب سيره الزعيم الراحل الله يرحمه جمال عبد الناصر، طبعا احنا بنكون بنتكلم على موضوع مختلف تماما، ولكن في السيره ممكن نجيب سيره الزعيم الراحل جمال عبد الناصر او الزعيم الراحل محمد انور السادات. هنا انا ما بتكلمش عن جمال عبد الناصر، علشان الناس بيقولوا او بعض الاشخاص يعني بيكلمني بيقول لي انت بتهمش جمال عبد الناصر. بالعكس، انا في عهد جمال عبد الناصر سني كان صغير، ولكن كنت بشوف الكبار حواليا بيعملوا ايه. ولما كبرنا شويتين وعرفنا انه كان عصر في النهاية كان مشهور عنه الاعتقالات ومراكز القوة والتعذيب، ولكن انا شفت حب الشعب لجمال عبد الناصر. ورغم، خلي بالكم، ورغم ان جنازة عبد الناصر اتصورت، بس برضو لما كبرنا ودرسنا وعرفنا من اهالينا اللي في بحري واللي في قبلي، عرفنا ان اللي اتصورت دي مش جنازة عبد الناصر. مجرد 4 مليون او 5 مليون مواطن طلعوا وتصوروا، فدي ما كانتش الجنازة بتاعته. مش ورا الجنازة علشان ما حدش يتوه مني، ولكن الجنازة الاساسية كان حب الشعب لجمال عبد الناصر، اللي خرجوا من بحري سيرا على الاقدام في اتجاه القاهرة، واللي خرجوا من قبلي سيرا على الاقدام في اتجاه القاهرة، واللي جم من الشرق او جم من الشمال سيرا على الاقدام كلهم في اتجاه القاهره. 120 كيلو و200 كيلو و300 كيلو، هم دول الشعب كله خرج في حب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وممكن حد يقول لي في نهايه عصره اشتهر بالاعتقالات واشتهر بالتعذيب ومراكز القوه، ولكن كان محبوب، ما اختلس، ما سرقش، ما ظلمش حد، كان جابر للخواطر. جبر الخواطر كان عنوان من سمات الرئيس الزعيم. ما ينفعش نقول عليه رئيس، لا ينفع نقول عليه زعيم الامه جمال عبد الناصر. مفجر الثورات جمال عبد الناصر، محرر الدول جمال عبد الناصر. شئت ام ابيت لغايه النهارده ولغايه العمر اللي جاي ولغايه اعمار قادمه كتير، جمال عبد الناصر. ابنائك واحفادك لازم يعرفوا عن الزعيم جمال عبد الناصر، اللي كان كل لبسه لبس القطن من شركة المحلة، اللي كان بيقول لولاده جوه البيت ما تتنططوش على الكراسي، دي عهدة حكومية. جمال عبد الناصر اللي توفاه الله ما عندوش لا فلل ولا قصور ولا سيارات ولا أملاك. جمال عبد الناصر كان زعيم بمعنى الكلمة، كان راجل بيحب يجبر الخواطر، جبر الخواطر على الله. وكان بيحب يقرأ الرسائل اللي بتجيله من الشعب، لان طبعا في ناس كتير كانت بتخاف، وفي ناس كتير كانت مش بتتجرأ، كانت بتعشم في الرئيس الراحل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. كانوا بيحبوا يعشموا فيه، يبعتوا له رسائل، فكان بيشوف الرسائل، ولو في حاجة تستدعي ان هو يلبي النداء كان بيلبي النداء فعلا. الزعيم جمال عبد الناصر الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل الفردوس الأعلى من الجنة مسكن ليه، عمره ما عمل حاجة لنفسه، عمره ما مد إيده على أملاك الدولة، ما اختلس، ما سرقش، ما ظلمش بوجه مباشر، ولكن كان وراه جهاز بيحاول. يلا هو عهد وانتهى، لكن احنا كلامنا هنا عن الزعيم، وجزء صغير من حياة الزعيم الأسبق جمال عبد الناصر نقدر نشوفه مع بعض. روبورتاج صغير عن جبر الخاطر، يعني هو كان عنوان لجبر الخاطر بصراحة. شوفوا راجل كان بيحافظ على عهدة البلد في بيته أو في المكان اللي هو قاعد فيه علشان ترجع. لما كان بيحب يجبر خاطر حد كان من جيبه، مش من فلوس الدولة ولا من خزينة الدولة، كان كل تصرفاته على قد جيبه. وجزء صغير من حياة الزعيم الراحل علشان ما حدش يقول لي انت بتهمش جمال عبد الناصر. بالعكس، جمال عبد الناصر صاحب ال1000 مصنع، جمال عبد الناصر صاحب اعظم، مع ان العظمه لله وانا ما بحبش انطقها الكلمه دي، ولكن ده التشبيه اللي تم في وقتها عن استاد القاهره الدولي. انشا اعظم واكبر استاد لكره القدم والالعاب الرياضيه على مستوى العالم.
استاد القاهرة هو اللي أنشأه، 1000 مصنع هو اللي أنشأهم، وكان على رأسهم المحلة للنسيج، وكان على رأسهم النصر لصناعة السيارات. ونخلي بالنا مع كل مصنع كان بيتم إنشاؤه كانت العداوة بتزيد لعبد الناصر من الغرب، لأن كل مصنع يعتبر ان انت بتستغنى عن الغرب خطوة بخطوة بخطوة بخطوة، عاوز يعمل اكتفاء ذاتي داخل الجمهورية العربية المتحدة، مصر اللي هي دلوقتي جمهورية مصر العربية. فمين يقدر يهمش عبد الناصر؟ انا اكون مين عشان اهمش الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والسادات من بعده؟ انا قلت ان كمل، ولكن لو كان ربنا اداله من العمر كان زمان مصر على مستوى العالم على القمة، لان كان عنده من الذكاء السياسي اللي ينفرد به لوحده. رحم الله جمال عبد الناصر، ورحم الله السادات، ورحم الله حسني مبارك، جميعا يا رب في الفردوس الاعلى من الجنة. جمال عبد الناصر محدش يقدر يقيمه الا التاريخ فقط، واللي عاوز يعرف جمال عبد الناصر صح يرجع لكتب التاريخ وريبورتاج صغير عن زعيم الامة ناصر. السلام عليكم. جمال عبد الناصر وجمال الرئيس جمال عبد الناصر في حوالي اخر الستينات كده اتفاجئ باتصال من سكرتيره الخاص محمود الجيار، وقال له يا ريس في رسالة مهمة من احدى افراد الشعب طالب من سيادتك طلب شخصي. والرئيس عبد الناصر كان دايما حريص على قراءة الرسائل اللي بيكتبها افراد الشعب بنفسه، ما كانش حد بيقراها له. ولما وصل الرئيس جمال عبد الناصر لمكتبه بعت لسكرتيره قال له هات لي الرسالة اللي بلغتني انها وصلتك من احدى افراد الشعب. بدأ جمال عبد الناصر انه يقرا الرسالة، وكان مكتوب في الرسالة دي شيء غريب، وكان الرئيس عبد الناصر مش متوقع ان ده نص الرسالة. كان مكتوب في الرسالة دي انا بنت اسمي فاطمة عيد سويلم من احدى قرى محافظة المنصورة، توفى ابي وامي واصبحت يتيمة، واللي ربتني عمتي، ولما وصلت لسن الزواج اتقدم لي شاب من نفس قريتي، لكن والدته ما كانتش موافقة على زواجه مني بحجة اني يتيمة وبلا عزوة ومليش حد. وحسيت في اللحظة دي يا سيادة الرئيس جمال باليتم وقلة الحيلة، وما لقيتش وقتها غير عمدة قريتنا ولجأت ليه ورفض انه يقف جنبي، وبعدها لجأت المأمور المركز ولكنه برضه رفض، وقعدت بعدها ابكي بحرقة وافتكر وفاة ابويا وامي. ولقيت نفسي بكتب الرسالة دي ليك يا سيادة الرئيس جمال عبد الناصر، وارجوك انك بعد ما تقرا الرسالة ما تخذلنيش زيهم، وانك تكون ولي امري. اتأثر جدا الرئيس جمال عبد الناصر بعد ما قرا الرسالة، واتصل فورا بمحافظ المنصورة وطلب منه انه يروح حالا لمكان القرية بمدينة المنصورة اللي بتعيش فيها البنت فاطمة، وامره انه ياخد معاه عدد كبير من الشخصيات الهامة في المحافظة، ويؤمر عمدة القرية انه ينصب صوان كبير جدا وينتظر هناك، لان في مندوب من الرئاسة هيكون موجود بعد صلاة الظهر مباشرة. بعدها اتصل بشيخ الازهر وطلب منه انه يكون حاضر في قصر الجمهورية صباح اليوم ده، وطلب من محمود الجيار انه يشتري قطع من الذهب، وكان وقتها بقيمة 25 جنيه، ودفع عبد الناصر قيمة الذهب ده من جيبه الشخصي. وعند صلاة الظهر كان عبد الناصر وشيخ الازهر ومحمود الجيار قدام منزل العمدة، ولما عمدة القرية شاف عربية الرئيس ارتبك والقلق حوطه من كل حتة لما شاف مين اللي في العربية من جوه. وطلب عبد الناصر من العمدة ده شخصيا انه يروح يجيب البنت دي ومعاه اللي كان متقدم لها وقبل منه والدته، وقال انا وكيل وولي امر البنت فاطمة. بعت العمدة فورا جاب الولد وامه والبنت وجم وقفوا قدام الرئيس، والرئيس وقتها قال انا وكيل وولي امر فاطمة، انت موافق ولا لا؟ وقال له استنى انت ما تردش دلوقتي، رد انت يا حاجة، موافقة على زواج بنتي فاطمة من ابنك؟ ردت وقالت انا هلاقي احسن من فاطمة فين يا معالي الرئيس. وبالفعل تم عقد القران، وكان عبد الناصر وكيلا عن العروسة، ومحمود الجيار وشيخ الازهر شاهدين على العقد. جبر الخواطر من سمات العظماء، وهي كلمة السر اللي تقدر تحقق بيها السعادة الكاملة عند البسطاء، والبنت دي كانت من البسطاء والطيبين اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل ليها سبب ان يكون الرئيس بنفسه يكون موجود وشاهد ووكيل على زواجها. بعت ليها زعيم من العظماء علشان يعوضها كسرة قلبها يوم زفافها عن فقدان ابوها وامها، رحم الله الجميع.